مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل سادة المشاهدين الاشتراك في القناة، متابعة القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حياتنا. في البداية طبعا حابب أشكر كل جمهور قناة هوم سبورت طبعا اللي دعم الأربع فيديوهات اللي نزلوا الأسبوع الماضي يوم السبت والحد بقوة شديدة جدا. طبعا فيديو تحليل كامل وشامل لمباراة مصر وموزمبيق، وفيديو طبعا كاس افريقيا وتحليل كامل وشامل لمرحلة المجموعات، وايضا كاس اسيا وتحليل كامل وشامل للمجموعات، وايضا كمان الفيديو اللي نزل اللي بيتكلم عن الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة. طبعا كل الفيديوهات اللي نزلت دي طبعا حصل عليها دعم قوي جدا، فحابب اشكر كل الجماهير، وحابب اشكر كل الجماهير طبعا اللي دخلت كتبت لنا تعليقات محفزة جدا للقناة. طبعا انا مكمل طبعا في القناة طبعا لاجل طبعا كل الجماهير طبعا، وحابب اطلب بردك من كل من شاهد القناه او كل من عمل اشتراك في القناه انه يفضل طبعا على القناه. طبعا هنحسن طبعا المحتوى ونقوي المحتوى في الفتره القادمه، والمحتوى اللي نازل ان شاء الله الايام الجايه اقوى واقوى. نبدا طبعا حلقه اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراه مصر وغانا في الدور الثاني او المرحله الثانيه في مرحله المجموعات في كاس افريقيا. طبعا منتخب مصر للاسف اتعادل في اول مباراه امام منتخب موزمبيق باداء سيء جدا جدا بهدفين لكل فريق، ودي تاني جولة طبعا في مجموعة صعبة جدا. طبعا غانا اللي خسرت من كاب فيردي او من الراس الاخضر في الجولة الماضية. طبعا خسارة غانا من كاب فيردي دي صعبت قوي المجموعة، لان الكل كان متوقع ان غانا هيكون منتخب غانا ومنتخب مصر. المباراة دي هتكون مين اللي هياخد الستة بونت، يعني منتخب مصر هيكون داخل المباراة 3 بونت ومنتخب غانا داخل المباراة 3 بونت، لكن للأسف منتخب غانا داخل بصفر ومنتخب مصر داخل بنقطة. فالعملية صعبة قوي الحقيقة على الفريقين، والمنتخبين هينزلوا بكل قوتهم، لان كل منتخب عايز الثلاث نقط وكل منتخب عاوز يضمن التأهل بدري، خصوصا ان الجولة القادمة هتكون صعبة وصعبة جدا. بردك منتخب مصر عنده كاب فيردي فريق قوي، ممكن مشواره كمان اقوى لان غانا عندها فريق زي موزمبيق اضعف بكتير من كاب فيردي، ولكن الفريقين عندهم منافسة قوية. طبعا بالنسبة لمنتخب مصر انا شايف طبعا مشاكله، نتكلم عن مشاكله طبعا والتشكيل طبعا معانا دلوقتي. طبعا ان احنا الفيديو نزل متاخر شويه انا بتاسف. وبعد كده طبعا نختم الحلقه بالنتيجه المتوقعه او توقعي للنتيجه. بالنسبه لمنتخب مصر طبعا التشكيله لمنتخب محمد الشناوي في المرمى. طبعا قدم المباراه اللي فاتت مباراه الى حد ما مش كويسه تماما. طبعا دخل في مرمى هدف ممكن يشيله شويه الهدف الاولاني، ان هو مثلا رد الفعل كان متاخر شويه او كده، بس هو حارس كويس على فكره. وبرضك الهدف الاول يعني ما يشيلوش كله، يشيل ممكن جزء بسيط منه، ولكن برضك الفتره الاخيره مهتز شويه. مش عاجبني بردك اداء محمد الشناوي خالص مع منتخب مصر، مش عارف ليه. بردك كان بيبقى افضل من كده، ممكن بردك كره الهدف كان بيشيل كور اصعب من كده بكتير، بس بالتوفيق ليه طبعا، لان هو يعتبر ما فيش اي منافسه حاليا في المركز حراسه المرمى غير الشناوي، فالتوفيق ليه طبعا. محمد حمدي طبعا ناحيه الشمال، طبعا للاسف انا متضايق جدا من بدايته. مشكله كبيره محمد حمدي الحقيقه، لان محمد حمدي لما بدا المباراه اللي فاتت كان هيسجل هدف في مرماه، اداء سيء جدا. مش عارف احمد فتوح طبعا رغم انه واخده روي فيتوريا وكان بيعتمد عليه الفتره الاخيره لانه معاه دكه، عشان ممكن يكون ما بيشاركش بشكل اساسي مع الزمالك في الدوري وفي الكونفدراليه. ماشي هو ما بيشاركش بشكل اساسي، بس هو افضل فنيا بكتير من محمد حمدي. محمد حمدي بردك دفاعيا ما بيقدمش اداء كويس، هجوميا بردك ضعيف جدا، ولكن كل الدعم ليه بردك يمكن النهارده يقدم ماتش كويس. طبعا محمد عبد المنعم اداؤه مهتز الفتره الاخيره بردك مع منتخب مصر، لازم يبدا يركز شويه، لازم يبدا محمد عبد المنعم بردك الخبره اللي خدها كويس كل حاجه، بس انا شايف ان هو خد زي ما تقول نقطه غرور شويه، ان انا مستواي ارتفع ان انا مستواي عالي، ما ينفعش طبعا. لازم يركز شويه، لازم يعرف ان اداؤه في منتخب مصر غير اداؤه في اي مباراه. اداؤه في مباريات مصريه زي مباراه غانا دي فريق قوي، لازم يركز، لازم ما يعملش اخطاء. بيلعب على مهاجم تقيل اسمه ايناكي ويليامز، لاعب بيلعب في اتلتيكو بالباو في اسبانيا، لاعب بيجيب جون في برشلونه دايما وبيجيب جون في ريال مدريد، لاعب تقيل لازم يركز معاه. حجازي للاسف زي ما قلت لكم، حجازي الفترة الأخيرة مستواه متدهور تماما. حجازي راجع من إصابة صليبي، صليبي في صليبي في صليبي 3 صليبي، لسه راجع مش جاهز تماما، بيبدأ مضغوط، ما ينفعش. مش عارف هو روي فيتوريا بيبدأ بيه ليه، ماشي خبرة وكل حاجة، بس اللاعب مش جاهز، اللاعب مش جاهز ومش قادر يبدأ. طب ما أنت كنت ممكن تبدأ بأي لاعب تاني، ممكن تبدأ مثلا في مدافعين كتير بقى عندك، طبعا ياسر إبراهيم ومدافعين كتير ممكن تبدأ بيهم، علي جبر حتى لو عايز تبدأ بيه ابدأ بيه، في ظل ان اللاعب بس يكون جاهز. يعني ما تبداش بلاعب مش جاهز يعمل لك مشاكل. فحجازي مش جاهز، حجازي مش جاهز، مش هنضحك على نفسنا، حجازي مش جاهز. طب طالما حجازي مش جاهز بتلعبوا ليه؟ خبره وكل حاجه بس مش جاهز، يعني لاعب مش جاهز، فمش افضل ان انت تبدا بيه. كان ممكن يبدا بياسر ابراهيم او بعلي جبر، بس طبعا للاسف طبعا هو عايز لاعب خبره زي حجازي،
فبرضك يعني يا ريت برضك حجازي يكون خد فورمه الماتش شويه وقدر ان هو يرجع. عمر كمال عبد الواحد بيبدا مكان محمد هاني. عمر كمال عبد الواحد في الفتره الاخيره افضل من محمد هاني شويه. محمد هاني الماتش اللي فات ما قدمش اي حاجه قدام موزمبيق. عمر كمال نزل عمل شغل شويه. دفاعيا هو مش احسن حاجه، هجوميا هو كويس جدا، ولكن دفاعيا هو مشكله شويه برضك، لانه بيلعب على لاعب تقيل اسمه جوردان ايو، عنده خبره عاليه جدا ولاعب تقيل قوي. برضه خط الوسط محمد النني، مش عارف ايه الاصرار على محمد النني انه يبدا. افكار فيتوريا في حاجات كتير قوي غلط، مش عارف ليه دايما محمد النني لازم يبدا. ما اعرفش محمد النني بيبدا ليه. طبعا انا شايف اداؤه في الفتره الاخيره سيء جدا. محمد النني ما بيلعبش في ارسنال خالص، محمد النني ما بيشاركش اصلا، فلازم تخليه شويه يعني. مش لازم كل ماتش هو يبدا اساسي. ماشي لاعب خبره ولاعب تقيل وبيلعب في الارسنال، بس دكه ثانيه وثالثه مش مشكله. لما تبدا بلاعب رجله في الملعب زي مروان عطيه، ايه المشكله يبدا؟ مش مشكله انه يبدا. لو بدا ممكن يبقى افضل، يبقى له افضليه شويه. حتى لو بدات بمحمود حماده او اي لاعب تاني ممكن يكون له الافضليه عن النني، لان النني ما بيلعبش، مش واخد فورمه المباريات، مش واخد فورمه الالتحامات، ما بيلعبش في الدوري الانجليزي. طبعا لاعب جاي من الثلاجه، فطبعا اكيد اداؤه برضك مش هيكون كويس. ماشي لاعب خبره ولاعب تقيل، بس ما بيلعبش اساسي في الارسنال. تبدا بيه ليه يعني؟ هو المشكله انا شايف ان روي فيتوريا عنده نقطه ان اللاعب المحترف لازم يبدا، ودي طبعا غلط. يعني احمد حجاج عشان محترف لازم يبدا، محمد النني عشان محترف لازم يبدا. مش شرط، مش شرط يا فيتوريا طبعا. يعني شايفه برضك دي خطأ، دي برضك بتكون مشكله شويه عند المدرب الاجنبي. ومثلا برضك كل التوفيق للنني، وممكن يقدم مباراه قويه. حمدي فتحي لا كويس جدا، مش هقدر اقول حاجه. امام عاشور معاهم طبعا في خط الوسط كويس برضك، لاعب كويس، هيعتبر هيلعب رقم 10 او رقم 8، يعني رقم 8 بواجبات هجوميه، او رقم 10 صريح. بس في الحالتين امام عاشور دفاعيا كويس، هجوميا برضك كويس، بيسدد، بيعمل اداء كويس. طبعا عمر مرموش يبدا اساسي على حساب تريزيجيه. تريزيجيه على فكره قدم المباراه اللي فاتت، كانت مباراه كويسه مش وحشه، لكن عمر مرموش هو عاوز يديله فرصه، عاوز يديله برضك خبرات. ماشي. طبعا مصطفى محمد بيبدا اساسي كويس جدا. مصطفى محمد الفتره الاخيره وتقيل، وخد الماتش اللي فات يعتبر ساهم في هدفين. الهدف الاول كان سجله بمره كويسه جدا وقتاليه عاليه جدا. الهدف الثاني برضك يعتبر اترمى على الكره بقوه، وخد ضربه الجزاء عشان ياخدوا المنتخب مصر ويتعادلوا، فده شيء كويس. محمد صلاح طبعا ناحيه اليمين للاسف طبعا يعني، يا ريت محمد صلاح يقدم النهارده اداء كويس. يا ريت طبعا الاشاعات كلها اللي اتقالت عليه والكلام اللي اتقال عليه ده طبعا يعني ما يكونش طبعا موجود، لان طبعا بنسبه كبيره لو منتخب مصر النهارده ما قدمش اداء كويس ممكن يكون محمد صلاح له يد كبير قوي في الموضوع ده. لازم يحاول النهارده ان هو يموت نفسه شويه مع المنتخب، لازم يقدم اداء عالي شويه. وطبعا اتمنى ان هو طبعا محمد صلاح يعمل طبعا اداء كويس النهارده، لان طبعا في حال لا قدر الله، لا قدر الله طبعا انا بقول لكم من دلوقتي، لو محمد صلاح ما عملش الاداء المنتظر منه النهارده، او منتخب مصر خسر، او محمد صلاح ما قدمش حاجه وخرج من البطوله، طبعا انا هعمل لكم فيديو طبعا هسلخ كل اللعيبه طبعا، وهتكلم عن كل اللعيبه طبعا باسلوب مش كويس، وهقول لكم كل لعيب ايه مشكلته، وكل لعيب هديله تقييمه الصح. فيا ريت محمد صلاح طبعا ما يخلينيش اعمل الفيديو ده ويقدم اداء كويس النهارده، لان طبعا انا شايف يعني في كلام كتير قوي، في تحفظات كتير على محمد صلاح الفتره الاخيره عايز اقولها، بس طبعا يعني انا بدعمه، مش عايز اتكلم عليه، فانا بدعمه. فيحاول يقدم النهارده على قد ما يقدر اداء كويس. النهارده ده ماتشك يا محمد يا صلاح، فوق شويه معانا، موت نفسك شويه، مالكش دعوه دلوقتي بليفربول، لان سمعت كلام كتير يقول لك يورجن كلوب بيكلمه قال له اطلع من البطوله، اخسر البطوله، احنا عايزينك يا صلاح ترجع، اصل ايرلينج هالاند رجع في السيتي. فطبعا الكلام طبعا هبقى نعمل له فيديو لوحده طبعا، لو محمد صلاح ما عملش عليه هبقى نعمل له فيديو طبعا، ولكن لو محمد صلاح عمل اللي عليه ممكن يكذب الاشاعات دي. طبعا الكلام ده لو محمد صلاح عمل اللي عليه وكده يبقى اشاعات طبعا مش هنتكلم عليه. لو طبعا حصل غير كده ممكن نطلع اتكلم واقول لكم المعلومات اللي وصلت لي في موضوع محمد صلاح ويورجن كلوب وليفربول والكلام ده، ونتكلم فيه طبعا، وايرلينج هالاند والموضوع ده نبقى نتكلم فيه طبعا في فيديو تاني. نروح بقى لتشكيل منتخب غانا. طبعا تشكيل منتخب غانا منتخب قوي جدا 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 جدا، الحقيقه مش هقدر اتكلم. عندهم ايدوي باك يمين كويس قوي الحقيقه، رغم انه عنده 35 سنه، بس على فكره لاعب كويس بس كبير في السن. دي النقطه اللي احنا لازم نستغلها، لاعب كويس بس كبير في السن. يعني الناحيه دي بتاعت عمر مرموش، لازم عمر مرموش يلعب عليه كويس، ياخده يحطه في ظهره يجري، ياخد مساحات. او لاعب كويس خبره، اللاعب كويس خبره. مش عايز اقول لكم شبه موضوع داني الفيش، لو نفتكر لما كلمتكم قبل كده عن داني الفيش ورمضان صبحي في اولمبياد طوكيو 2020، في قلت لكم ماتش مصر الاولمبي والبرازيل، وقلت لكم رمضان صبحي هياخد داني الفيش يفسحه، ورمضان صبحي هياخد داني الفيش عنده 36 37 سنه، مش هيقدر رمضان صبحي ان هو يجاري داني الفيش. وداني الفيش كان يعني حاطط عليه في خبرته. فطبعا اللاعب ده تقيل على فكره، هو كبير في السن بس لاعب تقيل قوي، بيلعب في كلاب بروج ولاعب خبره تقيله قوي. الخبره بتكتسب الشباب اوقات، والشباب تكتسب الخبره اوقات، يعني مش شرط الخبره تكتسب الشباب، ممكن الخبره تكتسب الشباب وعنده خبره. فالخبره دي لاعب تقيل وعنده خبره، فلازم الجناح اللي يلعب عليه، اللي هيلعب عليه عمر مرموش، يستغل بقى النقطه دي، يستغل بقى سرعات، يحطه في ظهره، يحاول ان هو ما يخلوش يلعب عليه كوره، لان اللاعب ده تقيل قوي قوي قوي، كبير في السن بس لاعب تقيل قوي قوي قوي، لاعب عنده خبره تقيله، لاعب بيلعب في كلاب بروج في بلجيكا، لاعب عنده خبره.
اللاعب الكبير بيكون عنده مشكله السرعه واللياقه والكلام ده، بس بيكون كل ده بيعوضه بالخبره. فطبعا الخبره اللي عنده دي هتاثر بشكل ايجابي جدا 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 للفريق. فلازم نستغل احنا نقطه الشباب، نستغل عمر مرموش عليه. طبعا الكسندر جيكو طبعا كان سجل في المباراه الماضيه هدف طبعا من ضربه ركنيه طبعا في شباك منتخب كاب فيردي طبعا، وكان هدف طبعا كويس قوي. ولكن طبعا هم خسروا المباراه دي، ولكن خلي بالنا منه، مدافع كويس، مدافع ما شاء الله عليه، بيلعب بضربات رأسية قوية جدا. نركز عليه في الضربات الثابتة، نركز عليه في الضربات الثابتة، نركز عليه في الضربات الثابتة، نركز عليه يا رجالة في الضربات الثابتة. المدافع ده كويس قوي. وقلوب الدفاع تركز عندنا، احنا عندنا مشكله في الكور العاليه، احنا عندنا مشكله في الكور العرضيه. الكسندر جيكو ده لعيب كويس 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 جدا في الكور العرضيه سواء دفاعيا او هجوميا. وطبعا هو لاعب مش طويل قوي، طوله 182 سم، بس دفاعيا عنده كويس جدا. لاعب تقيل قوي بردك. بالنسبه لمصطفى محمد، نتمنى طبعا مصطفى محمد يحاول يخطف مع ولا زي ده، يخطف منه، ما يديلوش فرصه ان هو يتفوق عليه. طبعا هو اللاعب عنده خبره، بس بردك عنده بعض البطء النسبي شويه، فممكن نستغل النقطه دي. بعد كده اروح لبقيه منتخب غانا. طبعا محمد ساليسو طبعا ده مدافع كان بيلعب في فريق ساوث هامبتون قبل كده طبعا، فاكره. هو دلوقتي حاليا بيلعب في نادي موناكو، بس مدافع كويس بردك، سنه كويس، عنده 24 سنه. قلوب الدفاع بتاعه المنتخب ده كويسه قوي. ده كمان المنتخب اللاعب ده طويل على فكره، فضربات الراسيه بردك عنده كويسه، فنركز بردك. بقيه الفرقه طبعا محمد قدوس طبعا في خط الوسط، طبعا لاعب وست هام، لاعب تقيل قلبي بردك. في قدام ايناكي ويليامز قلت لكم عليه لاعب سريع قوي، نركز. وخصوصا عندنا قلبين الدفاع بطاء، قلبين الدفاع بطاء. احمد حجازي بطيء جدا، احمد حجازي انت بطيء جدا يا احمد يا حجازي. محمد عبد المنعم تركز شويه، احمد حجازي تركز شويه. وشفنا الكارثه اللي حصلت في الجون الثاني في ماتش موزمبيق. اللاعب خد 3 لعيبه وجري طياره. اللاعب ده لا يقارن بسرعه ايناكي ويليامز. نركز شويه يا رجاله، ايناكي ويليامز لاعب سريع جدا، ايناكي ويليامز لاعب خطر جدا، ده لاعب خطر جدا 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 جدا.